هنعمل النهارده ساندوتش سهل وجدا وبسيط جديد. انا اول مره اجربه. هو طعمه حلو ومختلف، بس انت ممكن برضو تحطي على الفراخ بصل وفلفل، هيبقى برضو طعمه احلى والذ. وكتري مايونيز. هتشوفي بس الخطوات. هو ساندوتش اسمه فرانسيسكو او فرانشيسكو، على حسب بقى ايه ما تقوليها، الاتنين تنفع يعني، دي كلها مسميات. اول حاجه انا كنت جايبه بانيه من كام يوم وتبلته وشلته في التتبيله في الفريزر. وطبعا لما بتجيبي البانيه بيبقى فيه كام قطعة كده بيبقوا مهريين شوية، اللي هما ما ينفعوش اللي انت تعمليهم بانيه. هما دول اللي هعمل بيهم الوصفة بتاعت النهاردة. اول حاجة انا قطعت الشاورما الفراخ كده قطع صغيرة او طويلة، بس الافضل اللي هي شرايح طويلة رفيعة مش سميكة. وجبت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت، انا كنت متبلاها، لو انت مش متبلاها حطي عليها ملح وفلفل وكمون وتوم باودر وبابريكا. جبت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت ونزلت عليها بالفراخ. اول ما تحطي الفراخ على النار ما تقلبهاش عشان ما تنزلش المية بتاعتها، لازم تاخد صدمة كده الاول مع كده تقلبيها. الخطوة دي مهمة جدا لو انت عايزاها تبقى متشوحة كده وجميلة. وجبت بقى المشروم، كان عندي مشروم انا اول مرة امسحه بس كده بالمنديل، انا كنت كل مرة بغسله الصراحة، بس حبيت ان انا المرة دي اجربه بطريقته الصحيحة يعني، وامسحه بالمناديل. بس كده مسحته بقى كام واحدة كده بالمنديل وشلت الباقي في التلاجة. وجبت كابوتشا وقطعتها شرايح طويله. اتشجعي كده وخشي مطبخك وطلعي الشيف اللي جواكي، انا عارفه ان انت هتعملي احلى الوصفات، بس انت لازم تكوني عندك ثقه في نفسك. ما تخشيش كده المطبخ وانت مرعوبه وخايفه الاكله تطلع وحشه. لا، لو ما ظبطتش معاكي اول مره هتظبط معاكي التانية التالتة، لحد ما تظبطي الاكله اللي انت عايزاها واللي انت بتحبيها وتوصلي للطعم الممتاز اللي انت نفسك فيه. الفراخ كده خدت صدمه واتشوحت على الجنب التاني اللي كان محطوط على النار، وابتديت ان انا اقلبها علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. وبجد الخطوه دي مهمه جدا. خلاص كده هي اتشوحت، ما خدتش مني خالص اي وقت. حضري بقى العيش الفرنساوي بتاعك او الكايزر، بس لما تعمليها في العيش الفينو الفرنساوي العادي بتبقى طعمها ألذ. ويا سلام بقى بعد ما تحشي العيش بتاعك تحطيه على الجريل ياخد كده بصمه ويتحمص كده من فوق الوش، بجد بيبقى طعمه حكايه. هي بتبقى طعمها نفس الطعم لان نفس الحشوه، بس هي اصلا الوصفه الصحيحه بتتعمل بالعيش الفينو الفرنساوي، حتى العيش الفينو بيبقى اخف من الكايزر. هنبتدي بقى اللي احنا نشوح المشروم. جبت الطاسه وحطيت فيها شويه زيت ونزلت عليهم بالمشروم، وحطيت شويه ملح بساط جدا حبه صغيرين لا يسكروا، وشويه فلفل اسود، بس كده مش هحط عليه اي اضافات، وافضل اقلبه لحد ما يدبل معايا بالشكل ده. انا بحب المشروم جدا وبحب طعمه قوي في السندوتشات وفي الاكل، مين بيحبه زي كده؟ خلاص الاكل يكون جاهز معانا، هنبتدي بقى اللي احنا نطبق ونحط في السندوتشات. اول حاجه جبت الكايزر وفتحته كده نصين وهحط عليه مايونيز. اهم حاجه انك بس تكتري في المايونيز، انا كنت حاطه بس مش كتير، بس كتري في المايونيز عشان يديكي طعم كده ويبقى طعمه حلو قوي. حطيت الذره الحلوه اللي هي بتبقى في البرطمانات، بس طبعا هتغسليها من المواد الحافظه اللي الميه بتبقى منقوعه فيها يعني. وهحط بقى عليها الفراخ. اول حاجه انا حطيت الذره علشان تلزق كده في المايونيز وما تقعش مني وانا باكل. هحط بقى كميه الفراخ اللي انا عايزاها، حاولي بقى انك تظبطي الساندوتش بتاعك على حسب ما انت عايزه. وهحط عليه بقى الكابوتشا. ايه ده، هو راح فين؟ انا شكله كده اللي انا قصيته او ما اتصورش، مش عارف، بس يلا اهو هنعمل مع بعض الساندوتش التاني. حطيت المايونيز والذره والفراخ والمشروم، والصوص اللي انا بحطه ده بديل الصويا صوص، ده انا عاملاه هنزله لكم في الفيديو ان شاء الله بالطريقه، بجد كان طعمه حلو قوي. ده بديل الصويا صوص اللي في البيت. تصدقوا بقى ان بديل الصويا صوص ده عجبني اكتر من الصويا صوص، بجد كان طعمه حلو قوي ومميز، وادى للساندوتش كده طعم فليفر حلو قوي. بجد هنزل لكم الوصفه بالظبط في الفيديو اللي بعد الجاي ان شاء الله، واعملوه بجد هيعجبكم قوي. ويا سلام لو حطيتيه على تتبيله الفراخ بتاعتك بيبقى طعمها تحفه تحفه. وعملت بقى جنبيهم بطاطس، وعملت كده ساندوتش واحد بس بكيني هوت دوج، بجد برضو كان طعمه حلو قوي بالصوص المميز بتاعه، برضو في الوصفه الجايه. وبس كده ده فيديونا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم ووصفتنا عجبتكم. متنسوش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم، وتشجعوني ان انا انزل فيديوهات اكتر. يلا بقى عايزه تفاعل على القناه بقى.